وتظل قضية فلسطين التي لم تحل وصمة عار على ضمير الجماعي، مؤكدين لكم بأن الصومال سيواصل دفاعه عن الحقوق غير القابلة للتغير للشعب الفلسطيني الشقيق وتقرير مصيره، مؤكدا دعوته في قضية حل الدولتين العادلة والذي يحترم حدود 1967 ميلادي. إن تضامننا مع فلسطين هو شهادة على التزامنا الثابت بالعدالة وحماية حقوق الإنسان. إن الصومال يرحب بالخطة الجديدة للسلام والتي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث أنها تذكير بأن الصراعات تنشأ من عدم معالجة المشاكل الناتجة عن عدم المساواة. ونحن نتفق تماما على ضرورة بذل الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات من خلال التنمية الشاملة والحوار وحماية حقوق الإنسان. في عصر يتسم بتزايد الكراهية والعنف، فإن الصومال ومن منطلق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وبتقاليده وتراثه يقف كمدافع ثابت عن مبدأ التسامح بين أصحاب الديانات وتعزيز التفاهم المتبادل بينهم. إننا ندين بشكل صريح لا لبس فيه التمييز العنصري والاضطهاد الذي يستهدف المجتمعات الإسلامية في كثير من أرجاء العالم، ونؤمن إيمانا راسخا بأنه لا يمكننا شق طريقنا نحو عالم متناغم إلا من خلال احتضان التنوع والقضاء على التحيز